السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسلامة، ويا رب ما تقطع لنا عادة. خلينا نقول كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. طبعا كلنا زعلانين وكان نفسنا نفرح. انا بقى واحد من الناس ماليش دعوة. كابتن محمود الخطيب المسؤول، كابتن سيد عبد الحفيظ المسؤول، مش عارف مين المسؤول، مش بتاعتي. في نفس التوقيت الناس اللي بتعمل العقود بتاعت المدربين، ليه يا جماعة كده؟ انتوا دارسين قانون فعلا ولا ايه الدنيا؟ يعني كولر بندفع له فلوس، يس روب لو مشي هندفع له فلوس، ريبيرو هندفع له فلوس. ليه هو احنا جايبين المديرين الفنيين الاجانب عشان نقعد ندفع لهم فلوس؟ يعني هم افرض طلع المدرب وحش، هو انت بتأمن المدير الاجنبي مش بتأمن النادي بتاعك؟ مش بتأمن النادي الاهلي ازاي؟ اعقلها لي. عقد بيني وبين حضرتك كده، انت بتأمني ومش بتأمن نفسك. طب ازاي؟ ما انت بتشتري يا باشا بطيخة، ممكن تطلع حمرة وممكن تطلع قرعة، ممكن تطلع حمرة وممكن تطلع قرعة. انت دلوقتي ضامن منين؟ مش ضامن. وخلي بالكوا، ده برضو سبب من اسباب ان اداره النادي الاهلي بعد ما مشي ريبيرو جابوا الكابتن علي ماهر وحاولوا يتفاوضوا معاه. وانا اسف، انا اسف، الكابتن علي ماهر ليه متطلبات وليه ناس يجيبها وبتاع. هم لا، ولاد النادي الاهلي يا فرحتي بيعملوا ايه دلوقتي اللي موجودين في الجهاز الفني؟ هل انتوا شايفين ان يوسف روب بياخد مثلا راي الكابتن عادل مصطفى؟ لا خالص. الراجل بيروح يقعد الاتنين مساعدين جنبه بياخد رأيهم وخلاص على كده. طب ما تاخد رأي الراجل. مش عارف، هل هو مش حابب الكابتن عادل مصطفى في الفرقة؟ مش عارف. في نفس التوقيت نيجي بقى نتكلم على يسرو بنفسه، المدير الجهبذ المعجزة. الراجل ممكن يبتدي المباراة هايل جدا، تشكيله بتحركاته بشوط اول بشوط تاني، يجي الشوط التاني يعطل، الحجرة تخلص. عايز حجرة جديدة، الحجرة تخلص، والله بيقف تحس ان الحجرة خلصت. لا عارف يوجه لعيبة، ولا شفته بيزعق في لعيب، ولا شفته بيشاور للعيب، ولا شفته بيعمل اي حاجة خالص. في الشوط التاني حتى تغييراته مركز بمركز. ايه طب انا ممكن اعمل كده؟ انا راجل اهو، انا معايا الاساسيه، انا ممكن اعمل كده. انت راجل المفروض جايبك عشان اكتسب منك خبرات، صح؟ اكتسب منك خبرات. ايه الخبرات اللي انا اكتسبتها منك بقى؟ التغيير مركز بمركز، هو ده التغيير، هو ده الخبرات اللي انا بكتسبها. في نفس التوقيت انت